السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة مش عادية بالنسبة لي، وراها قصة لازم تعرفوها. بس الاول ركزي معايا، لان في سرين صغيرين لو عملتيهم الدوناتس هيطلع معاكم طري وهش وناعم زي القطن. انا هقول لكم الاول انا ايه اللي حصل معايا وانا بعمل الدوناتس. انا كنت بعمل الدوناتس وكنت ناوية اعمل نص كيلو بس. انا عجنت اصلا نص كيلو بس، وبعدين بعد ما عملتها عجبتهم. طب ازاي بقى هنكمل اليوم كده بالحبة الصغيرين دول؟ لا، ما ينفعش. قمت عجنت تاني وقعدت اليوم كله نعمل بقى في الدوناتس، وبنتي الصغيرة مستنية ومنتظرة الدوناتس لما يطلع من الطاسة، واتفاجئت بقى ان الدوناتس اللي هي عايزاه مش زي الدوناتس اللي انا عاملاه. الدوناتس اللي هي عايزاه الدوناتس اللي هو مفتوح من النص، وانا عاملة الدوناتس ده. ايه، هعمل تاني يعني؟ ما ينفعش كده وانا هقضي اليوم كله بعمل دوناتس يعني يا جماعة، مش هينفع. المهم حيلتها وقلت لها هبقى اعملهولك مرة تانية. فاطمة، هي اسمها فاطمة، معلش كل ده هيعجبك. وعجبها فعلا وسكتت بقى. ايوه، قبل ما انسى، انا كنت قايلالك ان في سرين هيخلي الدوناتس ينجح معاكي. اول حاجة في العجن، اعجني كويس وخليها تاخد وقتها في العجن وما تستعجليش. واثناء التخمير برضو لازم ترتفع كويس وتاخد وقتها في التخمير، عشان لو ما خمرتش كويس هتبقى مكتومة. وكمان برضو في حاجة كمان، هما مش سرين دول، 3 اسرار. في الزيت بقى وانت بتقلي، لو الزيت حامي قوي مش هتبقى مستوية من جوه، ولو الزيت بارد هتبوظ منك. فلازم الزيت يبقى متوسط الحرارة عشان تبقى ناجحة. والعجينة تكون بتلزق شوية معاكي وانت بتعجنيها، هي بتغلب شوية وهي بتلزق، بس هي دي ان العجينة بتاعت الدوناتس لازم تكون بتلزق. حابة احكي لكم على حاجة. بنعمل الاكل العادي بيبقى عادي بالنسبة للاولاد، يعني مش بالنسبة لهم حاجة مستنينها. غير الحلويات او المعجنات دي ما بنعملها، بيبقى بالنسبة لهم فرحة كبيرة، يعني حاجة بتفرح البيت فعلا. انا حاجة بالنسبة لي بتحسسني ان انا عملت تغيير، حاجة جديدة، حاجة مش كل يوم بنعملها. او في حاجة غريبة قوي في ولادي، يعني انا مش عارفة هي في كل الاولاد ولا لا. اما بيشوفوني بعمل حاجة زي كده بيفضلوا معايا في المطبخ من اول ما بتتعمل لغاية ما بتخلص. ليهم بال غريب يعني سبحان الله. ايه يا جماعة، الصبر حلو، ما فيش صبر ولا ايه؟ هنا وانا كنت المفروض في حاجة اعملها انا ما عملتهاش بصراحة. المفروض ان انا الدوناتس كنت شكلته من اول على ورق زبدة او اكياس مقطعة صغيرة كده، اي حاجة، بس انا عملته كده وتخيلت يعني ان هيبقى سهل وانا بشيله. فهو ما كانش سهل خالص في الشيل، بالعكس هو الشكل اتغير شوية. فانا بقولك يعني وانتي بتعمليها قطعي ورق زبدة مربعات كده على قد كل واحدة. بس بصراحة هو لذيذ قوي شكله ما بيتعمل. واول ما بنخرجه بنرش عليه سكر وقرفة من فوق، ممكن تكتفي كده بقى. وممكن تعملي له اي صوص بتحبيه، صوص شوكولاتة او صوص كراميل. او انا كنت هنا عاملة كاسترد شوكولاتة وكاسترد فانيليا عادي. اجمل حاجه بقى ان ولادي قالوا لي احنا هناخده معانا في اللانش بوكس بدل السندوتشات، وفرحت قوي بصراحه. يعني هقول لكم انا لسه هعمل سندوتشات كمان، بس خلاص حلو كده، هما صبحوا حطوه في اللانش بوكس بتاعهم وادى الغرض براحتهم. يعني انا هقول لهم لا. لو عجبك بقى الفيديو، احنا كده خلصنا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في قناتي عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.